يا الله، السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. فيديو جديد ويوم جديد من قناتكم الأولى الخاصة ببلابل، صفحتكم على الفيسبوك بلابل علاوي علي الصياد. هذا الفيديو يخص مدة التفقيس والتغذية المناسبة للأفراخ بداية العمر مالتها. خليت لكم بيضتين، ليش؟ لأن احنا نبدي نحسب مدة التفقيس من ثاني بيضة، من ثاني بيضة تحسب 12 يوم يصير التفقيس. هنا 12 يوم كملنا بالضبط، فقست البيضة الأولى. البيضتين البقية أو إذا كان عندك 4 بيضات كلها تفقس بنفس اليوم، مرات يتأخر إلى ثاني يوم الفجر، ما يتأخر أكثر من هذا الموضوع. هنا نشوفوا هذا أول يوم إلهم فقسن. هسه طبعا كانت الساعة بالخمسة العصر كل البيضات فقست. طبعا هاي أفراخ مهجنة من كشميرية فايتر زائد أب عراقي. هاي الوجبة الرابعة ما شاء الله لهذا الموسم، موسم كلش حلو رغم ما صار بيه من أمطار وهواء، لكن الأمور تمام. هنا ثاني يوم للأفراخ ودا تلاحظون فد شغلة انتبه لي عليها، وهو لون اللحم مالتهن، شلون لونهن أحمر، معناتها صحتهن ممتازة. من يكون لونهن شاحب، يعني شلون نقول، مو احمر اصفر هيك ابيض، الامور تعبانه مالتهن. هنا الثالث يوم بعد الريش لي هسه ما يطلع لهم، بس اللون مالته يطلع يكون ازرق. اذا تشوفون اللحم هذا ازرق، هذا الريش الطقاق مالته. 3 ايام يبدي هيك يصير فوق عيونه بجناحاته ظهره شويه من ذيله، لكن عينه ما فاتح عليها سو. هاي العمر ما انصحكم تسحبون به. هنا 4 ايام. شوف، اتقصدت انه اخليهن يفتحن حلقهن حتى تشوفون داخل الحلق. دائما من تريد تشتري صغير خليه يفتح حلقه هيك وتشوف اللون احمر يكون داخل حلقه، حتى تعرف انه هذا صحة الطير زينه. اذا كان باهت لا، ما انصحك به. 3 ايام، هنا 4 ايام بدا الريش يدنبس، لكن عيونهن ما انفتحاتهن. وايضا ما انصحك بهذا العمر تسحبهن، لانه عينه ما مفتحه شويه صعب الطير. يعني انصح بعد اكثر، يعني 6 ايام 7 ايام عمره يلا تقدر تاخذه اذا كنت مضطر. اما اذا كان طيورك ما بيها مشكله، لا عفوا 9 ايام مثل ما اني حسوي. هنا 5 ايام، مرات بعمر 5 ايام يفتحن عيونهن ومرات عمر 6 ايام. هنا احنا افراخنا ما فتحن عيونهن عمر 5 ايام مثل ما تلاحظون، لكن الريش مدنبس ما شاء الله كله وصحتهن تمام. وهذا الشيء مثل ما نعيد من جديد على اللون يبين دائما اللون تعبان يبهت باوع. هنا 6 ايام فتحن عيونهن. اها شوفوا احنا ويا ما حكينا فتح عينه. 6 ايام يفتح عينه. ممكن اذا تشوفوا هنا التغذية قبابي حي وخلطة السوبر ديلوكس فقط، اي شيء ما اخلي بالقفص غير النوعيتين من الاكل اذا كان اكو افراخ، لان خلطة السوبر مكوناتها كلها طبيعية، والقبابي هو بروتين نقي 100%. هنا عمرهم صار 7 ايام مثل ما جاي تشوفون، الريش كله مغطي الجسم مالتهم، وشون الحجم مالتهم بدأ ياخذ السلة مالتهن او العش مالتهن كله. 7 ايام. هنا 8 ايام. شوفوا، يعني الطيور ماخذات السلة كلها بالكامل. ممكن تاخذهن طبيعي، قلت لكم 6 ايام 7 ايام 8 ايام، لكن المدة المثالية تسحب بها الافراخ عمر 9 ايام. ما مثل ما انا دائما اسوي، يعني 10 ايام راح يكون شوية وحشي وما ياكل من ايدك. تحياتنا لكم وشكرا للمشاهدة.